أنت دلوقتي عايز تيجي ألمانيا، تمام عادي تعالَ ما فيش مشكلة، عشان الفيديو بتاع امبارح الناس زعلت وفاكرة إن أنا مش عايز أجيب حد هنا، على أساس اللي هييجي هنا يعني هياخد من مرتبي، يا عم تعالَ الناس محتاجة شغل في كل حتة، في كل مكان محتاجين ناس، وأدي معايا واحد أهو راجل جاي وبيدرس وكل حاجة، وهيحكي لنا الدنيا ماشية إزاي بس ما حدش إيه يفكر بس إن إحنا مستحوذين على البلد هنا ومش عايزين حد. إزيك يا عم مصطفى؟ حبيبي درش عامل ايه؟ تمام. لا يا عم المانيا تمام، تعالى مفيش اي مشكله، عادي. يعني مش من المستحيل ان انت تيجي المانيا. ده شيء ممكن، ده شيء اي حد ممكن يحققه. بالضبط يعني إحنا بس مش انت متخرجين يعني إحنا بالظبط زي الناس. بالظبط. بل بالعكس احنا اقل من ناس كتير، يعني في ناس في فعلًا. مصر مثلا يعني احسن مننا يستاهلوا ان هم يكونوا، يعني انا بتكلم بقى كمستوى دراسه، كمستوى لغه، بالضبط. احسن مننا في حاجات كتير، بس هو احنا ربنا كتب لنا ان احنا نيجي هنا. بالضبط، بس هو نصيب بالظبط. وسعي. اي حد بقى عايز يجي المانيا، كل اللي انا اقدر اقوله ان انت لازما في حاجه ثابته، لازما هتكون موجوده في اي طريقه انت عايز تيجي بيها في أي المانيا، فيزا سواء محتاجاها أي فيزا بالظبط يعني انت عايز قصدك. تيجي دراسه، هتيجي متجوز واحده، هتيجي عايز تشتغل في نقطه هتسهل لك حاجات كتير هنا. لأ هي أساسية مش هتسهل لك هي لازم. بالظبط. اللي هي إيه بقى؟ ان انت تتعلم الماني. بالضبط، أنت مطلوب منك مستوى يعني هو المستوى ده مش صعب أوي، هو مستوى صغير، بس لأ عايزه لأي فيزا أنت محتاجها. يعني انت لو هتتجوز مطلوب منك مستوى اينس، بس مستوى اينس برضه حتى لو متجوز مش هيعيشك هنا، يعني حتى لو متجوز واحده المانيه وهتيجي تعيش معاها هنا وبتاع، مش هيعمل لك اللايشتونج اللي انت لأ هو متخيلها. هيحتاجوا للفيزا عمومًا. بالظبط، مش بس مش مشكلة. هتحتاجه للحياه هنا، انت محتاج للحياه هنا اقل حاجه مستوى بي اينس. طب انت هتقول بالضبط. لي مثلا، طب انا ايه اللي يخليني مثلا اروح اصرف وادفع فلوس واتعلم لغه فهو مش ضامن يعني إن هو وانا مش ضامن في الاخر اذا كنت انا هسافر المانيا ولا مش هسافر المانيا؟ بالضبط. هرجع واقول لك ان انت اصلا لو وصلت لمستوى بي اينس في الالماني وما سافرتش المانيا، هتقدر تشتغل بالمستوى ده في شركه كويسه في مصر بمرتب كويس جدا، اللي هو اي نعم مش هتكون في المانيا، بس هتكون عايش في شغل كويس يا عم بمرتب يا عم كويس. هو لو اشتغل call والحياه center. في المانيا مش احسن حاجه يعني عموما. يعني انا هنا مثلا في المانيا اعتبر حوالي مثلا 7 8 شهور سنه. شغال بقى 3 آه، سنين يعني برضه مش جديد. بس انا يعني وجهه نظر عن الحياه هنا مش الحياه اللي انا كنت متخيلها وانا في مصر. إحنا كنا متخيلين إن بالظبط. في انت دنيا هنا تانية هنا. تمام، انت هنا انت عايش عايش انسان كويس جدا، يعني انت واخد آه، حقوقك. بتتعامل تمام كبني آدم، في بالظبط آدمية كده. آه. هو الفرق في جوده الحياه، انت هنا مثلا جوده الحياه في جوده حياه، بس ان انت مفكر انت تعمل فلوس وتبقى مليونير وبتاع، لا هو مفيش لأ، الكلام ده فكرة كله. هو مليونير دي لو انت أنت جاي على حد من مريحك، يعني حد هيريحك. أنت انت فاهم؟ انت شغال. متجوز واحدة قد جدتك هتموت وهتاخد فلوس يعني. اه بالظبط. كلنا انت شفنا النمر شغال في الأسود شغل، يعني. يعني انت مثلا شغال آه. مرتبك بيكفيك ان انت تعيش عيشه مرتاحه زي الناس اللي عايشين مرتاحين في مصر، بس بالضبط. مش اللي هو انت هتحوش منه بعد مثلا كام سنه تلاقي نفسك عندك بقيت مليون. مفيش الكلام ده في اوروبا، لان انت هنا برضو في المانيا عموما، او المانيا بالذات، بتدفع فيها يعني ضرايب ضرائب، وبتدفع وإيجار. بتدفع حاجه اسمها يعني سوسيال فازيشرونج، اللي هي التامينات الصحيه بالضبط. وتامين الحوادث ضد الحوادث فلوس جلد اللي هو فلوس البطاله ومش عارف يعني ايه أنت لو وكل بقيت الكلام ده. عاطل تلاقي حاجة تسند عليها ما بالظبط. تبقاش قاعد في فهو البيت. انت في المانيا انت متامن عليك، انت في المانيا هم بيقولوا يعني ايه دو بيس جيزيشات ابا، انت مش هتبقى مليونير، انت بس آه. انت عايش عيشه متامن عليك. ومستوى لو العيشة حلو، ومستوى العيشة بالظبط حلو، لو والتأمين سبت الصحي حلو. الشغل، لو سبت الشغل هتاخد فلوس، لو تعبان هتاخد فلوس، شغال هتاخد فلوس، حصل لك حادثه هتاخد فلوس، اللي هو بتتعالج ببلاش ايا كان مرضك. بالضبط. لو لا قدر الله تعبت وعايز تغير لا مؤاخذه مفصل زي مثلا او لو عملت حادثة بالظبط اتكسرت خالص هتتعالج ببلاش لأن أنت بالظبط. بتدفع تأمين كل شهر آه. التامين الصحي بيشيل كل الكلام ده. بالضبط، دي حاجة حلوة. بالظبط. بناء على كده طبعا جوده الحياه طبعا احسن بالنسبه للاكل، بالنسبه للشرب، بالنسبه للكلام من ده. بس انت طول الوقت في الشغل، يعني انت فعلًا مثلا بجد. بتشتغل 5 6 ايام في الاسبوع، بتبقى شغل وبيت، بيت وشغل، ده الحياه اليوميه. اليوم اللي انت بتاخده اجازه هو بقى اليوم اللي انت بتخرج فيه، بتتصور فيه، بترفع عن نفسك، بتروح بالضبط تاكل كده. في مطعم بره مثلا، يعني اللي هو مثلا بتروح تاكل في مطعم، تتغدى مثلا في مطعم بره، اللي هو تفك جو شويه او تعيش. بتغيّر يعني آه. بالظبط. غير بقى ال 28 يوم في السنه اللي عندك اجازه، سواء بتاخدهم بقى على بعض بتنزل سواء مصر بتاخدهم مثلًا اسبوعين. بتاخدهم متقطعين آه. اه آه. دول بقى بتاخدهم ايا كان بقى، بتروح مصر، بتروح عايز تروح ايطاليا، عايز تروح اسبانيا،
على حسب فلوسك وعلى حسب انت بالظبط. عايز تروح فين وعلى حسب حسب رغبتك. اولوياتك، يعني ايه الاولى، بالظبط. تنزل تشوف اهلك مثلا او تروح تشوف بالظبط. مكان جديد. بالظبط، هو ده ملخص الحياه في المانيا. بس هي الحياه في المانيا انت مش هنا، ما انتش. يعني مش زي ما متخيلين، عشان بالظبط. ما تستاهلش ان انت تجازف تضحي بروحك تدفع الواجب اللي قدامك، حد ينصب عليك تتعرض لاي مشاكل، وعشان خاطر تسافر. مش اول ما هتدخل هتلاقي في المطار حد بيديك شنطه فلوس ويقول لك خد اصرف وعيش. لا، الفلوس ما بتجيش بالسهل. بس كعيشه كمستوى كبني ادم هتعيش بني ادم، حرفيا هتعيش بني ادم. مش بنقول المستوى اوحش من مصر، لا المستوى حلو واحلى من مصر. وفي الظروف اللي احنا فيها في مصر دلوقتي الدنيا زي الزفت وكلنا عارفين، بس مش جنة. دي الفكرة اللي أنا كنت بتكلم فيها والناس فهمت غلط. عايز تقول حاجة يا مصطفى؟ لا تمام يا باشا. يلا، سلام عليكم.